السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطالنا في كل مكان في الجمهورية، أهلا وسهلا بكم يا أبطال. النهاردة إن شاء الله عندنا الدرس الثاني من التاريخ بإذن الله تعالى. عندنا درس مصادر دراسة الحضارات. بإذن الله تعالى في الدرس ده هنخلص جزئية كبيرة جدا، هنفهم يعني إيه كلمة مصادر دراسة الحضارات. بس خليني أديلك مقدمة بسيطة. إحنا دلوقتي وصلنا للتاريخ المصري القديم. السؤال هنا بقى، إحنا عرفنا التاريخ المصري القديم ده منين؟ وإجابة السؤال ده هو شرح درس النهاردة بإذن الله تعالى. فتعالوا نبدأ على بركة الله نشوف يعني إيه كلمة مصادر دراسة الحضارات. خليك معايا كده يا صديقي، لو أنا قلت لك إن في قصة حصلت زمان، القصة دي اتكتبت في كتاب معين، فإحنا الجيل الحاضر قرأ الكتاب ده فعرف المعلومات اللي موجودة فيه. طيب لو في حد ما شافش الحدث اللي تم، هل يقدر يحكي التفاصيل بتاعته؟ أكيد طبعا لأ. انا دلوقتي قلت لك حاجتين، قلت لك هو يعني ايه كلمة مصادر اولية ويعني ايه كلمة مصادر ثانوية. المصادر الاولية الحاجة اللي شافت الحدث بعينيها، لكن المصادر الثانوية الحاجة اللي ما شافتش الحدث. تعال اقول لك يعني ايه مصدر ثانوي ويعني ايه مصدر اولي. نبدأ الاول بكلمة مصادر اولية. المصادر الاولية الحاجة اللي شافت وشاهدت وعصرت، زي مثلا الاثار، زي النقوش، الحاجات اللي كانوا بينقشوا فيها على جدران المعابد وجدران الأهرامات. رقم ثلاثة البرديات. البرديات وهي الحاجة اللي كانوا بيسجلوا فيها المعلومات بتاعتهم. أربعة الأستراكة، وهتعرف إن كلمة الأستراكة دي معناها الشقفة أو كسرة الفخار. كمان النقود والمسروقات اللي هي العملة. وأيضا عندنا كتابات المؤرخين القدماء. طبعا كل جزء في الحاجات اللي قلتها لحضرتك دي هيتشرح عليه فقرة كاملة. تاني حاجة إن شاء الله عندنا المصادر السنوية. المصادر السنوية بنسميها المراجع، اللي هي كتابات الفلاسفة، كتابات الشعراء، الأساطير. لكن خليني أسألك سؤال، هو احنا عرفنا دلوقتي التاريخ منين؟ أكيد هتقول لي عرفناه من الحاجتين دول. يعني عرفناه من الحاجة اللي شافت وشاهدت وعصرت، وعرفناه كمان من الحاجة اللي اتسجلت بعد مرور فترة زمنية كبيرة، مش كده؟ بالمناسبة، لما نيجي نبص على الآثار، هو مين اللي عملها؟ أكيد هتقولي اللي عملها الإنسان. عظيم جدا. طب الإنسان وهو بيعمل الآثار، وهو مثلا بيبني الهرم ولا بيعمل معبد، مش أكيد استخدم صخور؟ صح. يبقى ده معناه إن من أهمية مصادر دراسة الحضارة إنه من إنتاج الإنسان لما يتفاعل مع البيئة.